هذا اللي يقولون عليه ما عنده أصل وهم أصحاب أصل. عاقب ضابط مخابرات مرموق، كان مسؤولية هذا الضابط ضابط المخابرات متابعة ومراقبة المعارضة، وتمكن من دس 2 من العناصر الكردية في مكتب أحد المعارضين في أربيل، ونجح هذان العنصران المندسان بمساعدة من جهاز المخابرات في وضع لاقطات وعدسات تصوير في غرفة المكتب، مكتب هذا المعارض، وفي غرفة نومه، وصور في غرفة النوم بمشهد مخل. واعتبر هذا ضابط المخابرات ما فعله ما عمله إنجاز. جاب الفيلم والصور والكذا، قدموا مذكرة، هيك شغلات يعني ما لهم حق التصرف بها. فإلى صدام حسين، استدعى صدام حسين الضابط، قال له هاي حقيقية، هاي يعني فوتوشوب كذا؟ قال له لا حقيقية، والمصدر والكذا، يعني ما يؤكد. قال له هاي شغلتك، احنا معينينك تراقب نشاطات، تحركات، اجتماعات هؤلاء، هاي جابك عليها، هاي عيب بغض النظر هو هذا مأفون ما كذا، احنا ما هاي هو مسؤول عن نفسه. عاقب للضابط ومنع اي تصرف، اي سلوك، اي ممارسة من هذا النوع. هذا ما عنده اصل يا قيس الخزعلي ويا سعد المدرس، ولا يعني ما عنده اصول. صدام حسين يقول يلا انشروها، عمموها، لكنه احنا مو ندافع عنه الان، لكن هاي حقائق نرويها للناس حتى يعرفوا. ومعارضة صدام حسين مشروعة عندما كان في الحكم، لكن تعارضونه وتشتمونه بعد موته، هاي عيب. وهؤلاء يعني العمالة والخيانة معجونة بدماهم، ما يقدرون، أصحاب أمراض وعقد من العروبة، من الإسلام المحمدي، من أصالة العراقيين، من الوجهاء والموقرين، لأن هؤلاء غير محترمين في بيئاتهم من تربيتهم.